هل تعرف القصة العجيبة لبرودة رخام الحرمين؟ قصة رخام أرضية الحرمين الشريفين. ما إن يضع المعتمر قدميه في صحن الحرم المكي حتى ينبهر بشدة برودته رغم أشعة الشمس اللاهبة. ويتساءل الكثير من الناس عن سر برودة هذا الرخام. هل هي ظاهرة طبيعية في الرخام نفسه، أم أن هناك تقنيات معينة وراء هذه الظاهرة؟ بطل هذه القصة هو المهندس المعماري العبقري الفذ الدكتور محمد كمال إسماعيل. كان أصغر من حصل على الثانوية في تاريخ مصر، وأصغر من دخل مدرسة الهندسة الملكية الأولى، وأصغر من تخرج فيها، وأصغر من تم ابتعاثه إلى أوروبا للحصول على 3 شهادات للدكتوراه في العمارة الإسلامية. هو الذي قام على تخطيط وتنفيذ توسعة الحرمين. هذا العبقري له قصة رائعة مع رخام الحرم، حيث أنه أراد وضع رخام في أرضية الحرم للطائفين، وأن هذا النوع من الرخام الذي يدعى تاسوس لا يوجد إلا في اليونان. وهذا البلاد تاسوس من خاصيته أنه في الليل يمتص الرطوبة عبر مسام دقيقة، وفي النهار يقوم بإخراج ما امتصه في الليل، مما يجعله دائم البرودة في عز الحر. وقد تم وضع قطع بسمك 5 سنتيمتر لزيادة امتصاص الرطوبة وجعله أكثر برودة في لهيب الحر. أما ما شاع بأن هناك مواسير مياه باردة تحت الساحة فهو لا أساس له من الصحة. هذا الرخام كان موجود في جبل صغير باليونان. ذهب المهندس محمد كمال لليونان وتعاقد على شراء الكمية الكافية للحرم. تم فعلا وضع الرخام في كل أرضية الحرم المكي. تمر السنوات، وبعد 15 عاما تطلب الحكومة السعودية منه وضع نفس نوع الرخام في الحرم النبوي بالمدينة المنورة. يقول المهندس محمد كمال: عندما طلب مني مكتب الملك تغطية الحرم النبوي خفت جدا، فلا يوجد على الأرض برحابتها من هذا النوع من الرخام إلا في منطقة صغيرة باليونان، وأنا اشتريت نصف الكمية وهي كمية بسيطة جدا. قال: ذهبت لنفس الشركة باليونان وطلبت مقابلة رئيس مجلس إدارتها وسألته عن الكمية المتبقية، فقال لي: لقد تم بيعها بعدك مباشرة. يقول: حزنت كما لم أحزن في حياتي. وعندما خرجت من مكتب رئيس الشركة وجدت السكرتيرة فسألتها ولا أعلم لماذا من اشترى الكمية المتبقية. قالت لي: هذا أمر مر عليه سنوات طويلة ويصعب الرجوع للمشتري. قلت لها: ما زال أمامي يوم في اليونان، أرجوك ابحثي، وهذا رقم تليفون فندقي. تركت الرقم وذهبت وأنا حزين. يقول: بعدما خرجت سألت نفسي لماذا تريد معرفة من المشتري؟ يقول المهندس العبقري: قلت لنفسي لعل الله يحدث أمرا. في اليوم التالي وقبل ساعات قليلة من ذهابي للمطار وجدت السكرتيرة تتصل بي وتقول: تعال إلى الشركة فعندنا عنوان المشتري. ذهبت متباطئا متسائلا ماذا أفعل بعنوان من اشترى. كان عندي بعض الساعات المتبقية على السفر، فذهبت مرة أخرى للشركة وقابلت السكرتيرة فأعطتني عنوان الشركة التي اشترت الرخام. يقول الدكتور المهندس: خفق قلبي بشدة عندما وجدت المشتري شركة سعودية. طرت مباشرة إلى المملكة، ثم من المطار إلى الشركة التي اشترت الرخام، ودخلت على رئيس مجلس إدارتها وسألته: ماذا فعلت بالرخام الذي اشتريته منذ سنوات من اليونان؟
قال لا أذكر. اتصل بالمخازن وسألهم عن الرخام الأبيض اليوناني، فقالوا له كل الكمية موجودة كما هي في المخازن. يقول المهندس محمد كمال: بكيت كالطفل، وسألني صاحب الشركة لماذا تبكي؟ حكيت له القصة كاملة وقلت له هنا شيك على بياض، اكتب المبلغ الذي تريده. قال والله الذي لا إله إلا هو لا آخذ درهما واحدا. عندما علم أن الرخام للحرم النبوي، الرخام كله في سبيل الله، وإنما أنساني الله الرخام في المخازن بعد أن جعلني اشتريته ليكون هنا لهذه المهمة. فسبحان الله الذي خلق هذا الجبل. هذه هي قصة المهندس المعماري العبقري الدكتور محمد كمال إسماعيل مع رخام